السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده انا معايا وصفة انا متأكدة 100% في ناس كتير جدا ممكن تنتقدني عليها. زي ما في بنات شاطرة ومهما يكون سنها صغير وبتدخل المطبخ وبتعمل اكلات جميلة وممكن تبهرك باكلات. احنا ككبار مثلا بالنسبة لها او كمامات او امهات يعني. آم، نعجزوا ان احنا نعملوها. يعني ممكن في بنوتات ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله تدخل المطبخ تطلع لك وصفة تنبهري منها. ازاي واحدة في السن دوت مثلا تعمل وصفة زي دي؟ اكيد اكيد في بنوتات قدام منها مش بتعرف تعمل حاجة خالص ونفسها تتعلم. في بنوتات جديدة مش بتقدر تظبط اللي انا ازاي اخلي الرز يطلع معايا مفلفل. ازاي الرز ده اصلا تقريبا يعني شبه يومي في حياتنا، يعني شبه يومي هو والعيش والمكرونات. انا عايزه اعلمك كام وصفه كده من اساسيات المطبخ او من اساسيات الاكل، مثلا زي الرز زي المكرونه، الحاجات دي تتعلميها تبقى سهله بالنسبه لك. لما تيجي تعمليها عارفه متاكده ان هي الوصفه دي تنجح معاكي من اول مره. عايزاكي تبقي شاطره جدا جدا في المطبخ. عايزاكي لما تيجي واحده تقولك اطبخي كذا، اه انا اعرف. تبقي قويه وتبقي واثقه من نفسك جدا وانت بتعملي الاكله. اي وصفة اي حاجة في حياتك لازم تبقى واثقة منها، ولازم تبقى واثقة ان انت تعرفي تطلعيها 100% ناجحة، او على الاقل 90%. ولازم الثقة دي توصليها للي قدامك. مش لازم الثقة دي تبقى فيك انت، لا، وانت بتعملي حاجة تبقي واثقة وخلي اللي قدامك يثق فيكي من كتر ما انت واثقة في نفسك. النهارده انا بعمل وصفة الرز الابيض. في بنوتات كتير جدا مش بتعرف تظبط عيار الرز، واكيد اكيد يعني احنا متفقين على حاجه زي كده. فانا النهارده هعلمك ازاي تظبطي عيار الرز بتاعك بالظبط، ازاي تحطي ميته بالظبط بالظبط قدام الرز بتاعه، قدام الكميه اللي انت هتعمليها، ازاي تطلعي طعمه حلو، طعمه جميل مفلفل. إيه التريكات اللي تخلي الرز يبقى مفلفل معاكي، ازاي نظبط ملحه. كل حاجه عايزه تعرفيها هتلاقيها في الفيديو ده. اتمنى ان الفيديو النهارده يعجبكم، والفيديو النهارده خاص للمبتدئين. يلا مع بعض نشوف وصفتنا بتتكلم ازاي وازاي اقدر اظبط المقدار بالظبط. بس اول حاجه بنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت البوله اللي انا هغسل فيها الرز بتاعي. انا دلوقتي انا همشي معاكي من اول الرز لسه ما غسلتوش، تمام؟ هجيب بقى المقدار الرز اللي انا عايزاه. ايه المقدار اللي انا عايزاه؟ انا مثلا عايزه اعمل نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، زي ما انا عايزه اعمله. اما اشتري مثلا نص كيلو، اشتري كيلو، شوف ان الكميه اللي انت عايزه تعمليها قد ايه. هاتيه بقى فضيه في كوبايه وعايري بالكوبايه، اي بقى كوبايه عندك، اي كوبايه عندك، مج، كوبايات، اي حاجه، اي حاجه، فنجان، اي حاجه عندك عايزه تعايري بيه عايري. بس اهم حاجه تشوفي بقى هما كام كوبايه يعمل معاك كوبايه. انا الكوبايه ديت انا خدت منها كوبايتين، يعني الكوبايه ديت انا عملت منها كوبايتين. فكوبايتين دولت هخليهم قصاد منهم كوبايتين ميه. يعني كوبايتين الرز اللي انا حطيتهم دول في نفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها الرز هعمل بيهم كوبايتين ميه بالظبط. تمام، يبقى احنا كده اتفقنا ان مقدار الرز قد مقدار الميه بالظبط. تاني حاجه انا هاخده بقى انقيه تنقيه كويسه واغسله غسله كويسه، مش مره ولا اتنين، لا كذا مره، لغايه لما تلاقي الميه بتاعته بقت معاكي شفافه جدا. واعمل ايه بقى؟ احطه في مصفية صفا واروح على النار. احط الحلة زي ما انت شايفة كده على المقدار اللي انت عايزاه. حاولي تخلي الحلة بتاعتك كبيرة شوية عن المقدار اللي انت عايزاه عشان الرز بيزيد. يعني الربع كيلو ممكن يقلب معاكي بنص كيلو، بنص كيلو شوية. النص ممكن يخش معاكي للكيلو. فحاولي تخلي العيار الحلة بتاعك ايه كبير شوية. تاني حاجة بقى انا احط مادة دهنية على النار ايا كان بقى، حابة تحطي زيت، سمنة، زبدة، بس اللي بيطعمه لما تحطي سمنة وزبدة، تمام. بس لازم برضو نحط شوية زيت عشان يفلفل معانا. بصي بقى الخطوة ديت مش اجباري، مش اجباري خالص. يعني انا ممكن احط السمنة والزيت اول ما يسخنوا جامد واروح جايه نازله عليهم بالرز اللي انا مصفيه، وافضل اقلب فيهم حوالي ايه دقيقتين تلاتة كده، لغايه لما اتاكد ان الميه
لغاية اتأكد قصدي ان الزيت والسمنة المادة الدهنية اللي انا عاملاها سخناها جامد، اتغلغلت جوه الرز، والرز بقى مفرفر كده معانا. انا حطيت ايه بقى في المادة الدهنية دي؟ حطيت كام فص مستكة، ورقتين لوري. لو انت حابة تعملي الخطوة دي، حابة مش حابة الغيها خالص، مش لازم يعني. ممكن بقى آه في خطوة كمان ممكن لو انت عايزة تطعميه يعني، ممكن بعد ما تحطي الزيت والسمنة كده ممكن تجيبي بقى مكعب مرقة وتفركيه وتحطيه عليه. بس انا مش حابة الخطوة دي، انا حابة ريحة المستكة مع ريحة الحبهان، تحفة. لما بتنزليهم كده في قلب السمن كده وهو سايح ويكون سخن، اول ما المستكة بقى تسيح وجايه نازلة عليه بالرز، بيبقى تحفة. المهم قلبناه دقيقتين تلاتة. هنزل بقى ايه بالملح بتاعنا. انا حطيت معلقة اللي هي معلقة الشاي، معلقة الشاي الصغيرة. حطيت معلقة ممسوحة ملح على نص كيلو، ماشي، او كوبايتين كبار يعني. هو كوبايتين دول تقريبا عاملين نص كيلو ايه رز. انا حطيت بقى ايه معلقة شاي اللي هي معلقة الصغيرة ممسوحة ملح. فانا طبعا ايه نزلت بقى بالمية بتاعتي. المية بتاعتي لو انتي آه فعلا رز بيطلع معاكي معجن، يبقى لازم تحطي المية دي سخنة، متحطيش المية ساقعة خالص. لو لو انت بقى مكسله مثلا تسخني الميه وكده، ممكن ايه نحطها عادي من الحنفيه. بس نحط الرز على نار عاليه شويه، يعني تخلي النار بتاعتك عاليه، يعني العين بتاعتك تبقى اكبر من العين اللي انت شغاله عليها، بحيث ان هو ايه يغلي معاكي اكتر، يعني يغلي معاكي اسرع قصدي. تمام. اللي كان على الوش ده كان ورق اللوري اللي هو كان مكسر، انا شيلته تمام، ما كانش فيه حاجه يعني في الرز. هغطيه واسيبه لغايه لما يغلي وينشف من الميه بتاعته. هيقعد قد ايه؟ حوالي ايه 3 دقايق 4 دقايق. طبعا النار بتبقى عاليه، فالرز هيتشرب معاكي بسرعه يعني. بص بقى انا بقلبه دلوقتي، اديله تقليبه كده خفيفه، بس هو الرز لسه فيه ميه يعني، هو لسه ما استواش. وهو يعني تحسي ان وانا بقلبه كده بحس ان هو فيه لسه ميه. هي الميه مش ظاهره قدامك، بس لما تيجي تعملي حاجه زي كده هيبان معاكي جدا يعني، هتحسي بيها. فانا هديله تقليبه كده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، بعد كده اغطيه. هسيبه بقى ايه 3 دقايق 4 دقايق، يعني بالكتير اوي 5 دقايق على نار هاديه خالص خالص. اهدى نار عندك، اهدى درجه الحراره بتاعت البوتاجاز، اقل درجه حراره عندك. حطي عليها بقى العين وخليه 5 دقايق، وسيبيه هتلاقيه بقى مية مية. هتلاقيه استوى، الحبايه بتاعته استوت تماما. هنشيل بقى الورق اللوري ده خلاص مش محتاجينه. آه الحبايه كده استوت معانا تماما، وما فيهوش اي حاجه خالص. بصي ما شاء الله، وريحته تحفه يعني. المستكه والمستكه والورق اللوري بيديله طعم جميل جدا لو انت حابه تعملي الخطوه دي يعني. بصي جميل جدا، العيار الميه بتاعه مظبوط جدا جدا جدا، وملحه مظبوط. بالنسبه للملح بعد ما تحطيه وتقلبي الرز كويس وتحطي ميته، ممكن تدوقيه من معلقه. لو شايفه ان الملح بتاعه مظبوط معاكي خلاص. شايفه ان الملح عايز شويه، يبقى نحطه ايه، نحط سنه كمان. بس اتمنى ان انت لما تيجي تحطي الملح ما تحطيش كتير. بصي بقى النص كيلو كان حل يعني، كان عامل نص الحله. دلوقتي بصي الحله بقت ما شاء الله مليانه، يعني يكفي معاكي بتاع 4 افراد او 5. اتمنى ان الفيديو يكون فادك النهارده، واتمنى ان مفيش حد يتكلم عليا كلمه ان انا فاضيه او حاجه اللي انا بعمل فيديو زي ده. بس بجد انا حبيت ان انا افيد كل بنوته جديده داخله المطبخ. آم، انا مش عايزه اقول لك غير في النهايه خالص، متنسيش بس سبسكرايب لقناتي واللايك. واتمنى ان الفيديو بجد يكون عجبك. آه، وفي الاخر دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.